السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. في الفيديو ديال اليوم هو هاد الحلوى اللي حضرتها بثلاث مكونات فقط، بدون سكر وبدون دقيق. كتجي لذيذة بزاف، صحية، وكتجي رائعة في الشكل ديالها. كنتمنى ان شاء الله تحضروها في المناسبات وفي الاعياد والضيوف ديالكم. كما كتشوفوا الشكل ديالها كيجي زوين بزاف، وكتجي لذيذه في المذاق وصحيه بدون سكر. كنتمنى ان شاء الله تحضروها. نخليكم على المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله، نبداو في تحضير الحلوى. عندي هنا 200 غرام ديال الكاوكاو محمرته في الفران، وعندي 300 غرام ديال التمر مغسول ونشفته. انا عندي هنا شويه ديال التمر معجن، يعني الا كان عندكم ما معجنش فحاولوا انكم تكبوا عليه الماء طيب وتخليوه شويه مرقد حتى كي يرطب شويه. عاد طحنوه مع كاوكاو. هنا كناخذ كنطحن اول حاجه كاوكاو، كنطحنو غير شويه. عاد كنضيف نصف الكميه ديال التمر. انا عندي هنا الروبو ديالي صغير فطحنت بشويه بشويه، فإلا كان عندكم كبير فغتضيفوا كلشي في دقه واحده. فهنا بقيت كنطحن حتى كينسجم ليا الخليط وغاد كنحبس. فمن الاحسن حتى اختاروا يعني التمر يكون معجن باش يسهل عليكم، يعني تجيكم الحلوى سهله بالزرب، يعني كيطحن كاوكاو مع التمر. فغنطحن نصف الكميه الثانيه اللي تبقات ليا. كما كتشوفوا راني كنطحن كاوكاو غير شويه، عاد كنضيف التمر وعاد كنطحن مره اخرى. فصافي هنا كملت، وغادي نحاول انني نجمع العجين بايدي. هنا يعني كان كيتلصق شويه، حاولت انني نزيد، كان عندي كاوكاو حاولت انني نزيد زدت تقريبا 2 معالق كبار. فالمجموع اللي خدت لي تقريبا 250 غرام ديال تقريبا 250 غرام ديال الكاوكاو، على حسب نوعيه التمر اللي غادي تضيفو. يعني كاين التمر اللي تيكون معجن بزاف، وكاين التمر اللي تيكون شويه ما معجنش. فهنا حاولت انني ندهن يدي بالزيت باش تساعدني في الخدمه. وغادي نقسم الخليط على قسمين، وغادي نشكل يعني 2 حرابل بحال الحشكل فقاص، يعني بحال الحربول ديال الفقاص. نحاولوا انني نديروهم في نفس الحجم ونفس القياس. يمكن لكم كذلك تعوضوا كاوكاو باللوز الا ما كانش عندكم مثلا كاوكاو، كان متوفر لكم اللوز. فكنستمر كما كتشوفوا في كنشكلهم، ومن بعد التزيين يعني غنحاول انني ندوز الحربول في زنجلان محمر شويه. فاختياري هاد الزنجلان، ولكن كيعطي واحد المنظر زوين وحتى المذاق زوين. ومن بعد غناخذ ملعقه خشبيه، غنحاول نبسط شويه بايدي، وغادي ناخذ ملعقه خشبيه، وغادي كما كتشوفوا الفيديو راه واضح. كما كتشوفوا درت واحد الممر بحال هكا، يعني فراغ الوسط باش غادي نعمرو بالشوكولاط. هاد الحلوى ساهله، تقدروا تحضروها للضيوف ديالكم في المناسبات وحتى في الاعياد. راه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت وكتجي لذيذه وصحيه، ما فيهاش سكر، فيها غير التمر. ومزيانه حتى الاطفال الصغار بحال هكا الكوتي ولا الفطور، يعني زوينه. التمر كيعطي الطاقه، سيرتو عطيتوه يعني عطيتهم هاد الحلوى في الصباح، يعطيهم طاقه وفي بزاف ديال الفيتامينات. فكما كتشوفوا غادي نحاول نحطهم هنا باش اني من بعد غادي ندخلهم المجمد ولا الثلاجه. هنا ذوبت الشوكولاط الاسود، اختاريت الشوكولاط الاسود باش ما يجيش حلو، باش ما يجيش حلوه بزاف، حيت اصلا التمر حلو. فيمكن لكم نتوما ديروا الشوكولاط بالحليب اللي متوفر عندكم.
ذوبته في حمام مريم مع قليل من الزيت، زيت نباتي، تقريبا 100 غرام ديال الشوكولات مع ملعقه صغيره ديال الزيت. هنا كنحاول نخبط باش يتقاد ليا السطح ديال الشوكولات، وعاد غنزين بالشوكولات ابيض ذوبته حتى هو غير في حمام مريم، ما زدتش فيه لا زيت لا حتى شي حاجه، وكنزين به. والتزيين تيبقى اختياري، انا هذه الطريقه اللي درت معاكم. ومن بعد ملي كملت التزيين دخلت الحلوى المجمد. يمكن لكم تخليوها غير في الثلاجه يعني ساعه حتى ولا نص ساعه حتى كتجمد، عاد تقطعوها. انا درتها في المجمد حيت يعني مع التصوير، فتقريبا خليتها 10 دقائق في المجمد باش تسهل عليا، ما يجمدش الشوكولات بزاف باش ما يتهرش ليا في التقطاع. وخرجتها وبديت كنقطع فيها كما كتشوفوا. طريقه سهله يعني، راه ما خليتهاش يعني الشوكولات يعني قصح بزاف. الا قصا يعني خليتو الشوكولات جمد بزاف، حاولوا انكم تدخلوا السكين في الماء ساخن وتبقاو تمسحوه كل مره كتقطعوا باش يجيكم المنظر ديال الحلوى زوين حتى كتكملوا تقطع. كنتمنى تحضروا هذه الحلوى، راه كتجي لذيذه كما قلت لكم وصحيه، اكيد غتعجب الاطفال، تعجب حتى الكبار، راه زوينه بزاف. كنتمنى تجربوها. هذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا، رائعه في الشكل حتى في المذاق. وهذا هو التقديم النهائي ديال الحلوى اللي حضرت معكم اليوم. فهذا هو الشكل ديالها، انا قدمتها على هذه الطريقه. يمكن لكم ديروها تقدموها في كويغطات، انا ما توفروش ليا، فكنتمنى تحضروها في البيوت ديالكم في المناسبات وفي الاعياد للضيوف ديالكم، وعلاش لا حتى الاطفال ديالكم كاقتراح للفطور، في صحيه بزاف ومفيده ليهم. الفيديو ديالي تسالى، كنتمنى تعجبكم الفيديو ديال هذا النهار، وتنقول لكم بسلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. خليتكم على خير.